السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بما ان البرتقان كتير في السوق هوريكم ان شاء الله النهارده طريقه حلوه جدا لتخزين عصير البرتقان. هينفعك طول السنه. طبعا رمضان جاي كمان محتاج عصاير كتيره، فهينفع كمان في رمضان. يلا بينا بقى عشان نشوف ايه اسرار تخزين البرتقان معانا، وهيقعد معانا ازاي ويكفينا السنه بحالها. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا جايبه كميه قليله، جايبه حوالي كيلو ونص من البرتقان، وكمان جايبه حوالي جزرتين مقطعاهم قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. الميه هتغلي على النار، وبعد كده هبدا انزل بالجزر بتاعي وعليه كمان حبات البرتقان زي ما هي، مش هعمل فيها اي حاجه. هنزل بالبرتقان كده، وطبعا هرفعهم كلهم على النار. خدي بالك بقى من التركه اللي جايه دي. هنرفعهم على النار حوالي 20 دقيقه بالظبط، مش هيقل عن 20 دقيقه. طيب ليه؟ علشان انا عايزه كل مراره القشره بتاعه البرتقان تنزل في الميه، عايزاها تنزل كلها. هتعرفي ازاي ان هو خلاص كده تمام؟ هتحطي السكينه كده في البرتقانه، هتلاقيها ما شاء الله غرزت على طول معاكي، يعني معنى كده ان خلاص كله كده استوى وتمام التمام. بعد كده هنشيل البرتقان كده زي ما انتم شايفين، هنسيبه يبرد خالص مع نفسه. وبعد ما هيبرد هبدأ ان انا امسك بقى واحدة واحدة كده، اشيل بس الطرفين منها، يعني الحتتين اللي من فوق ومن تحت دول اللي انا مش عاوزاهم. وطبعا بعد كده هاخد الحتت دي وهتترمي ملهاش لازمة. كده خلاص البرتقان جاهز معايا. هقطع بقى البرتقان كله قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بقطعها قطع صغيرة لان هحطها في الخلاط علشان بس تساعد الخلاط ان هو يعني يمشي معايا على طول. وبعد كده هنجيب شفشق الخلاط ونحط مج واحد كده من المية. وطبعا كمية البرتقان هتبقى كتيرة شوية والجزر يعني على الخلاط، فقلت لا هعملهم على مرتين. يعني حطيت نص كمية الجزر كده وعليها نص كمية البرتقان، وكمان عليهم بقى مج كامل كده من السكر. خدوا بالكم السكر ده هو المادة الحافظة اللي هتحافظ لي على العصير ان هو يقعد معايا سنة بحالها. وبعد ما خلطناهم كويس جدا في الخلاط وكل المحتويات نعمت جدا زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ ان احنا نصفي بقى العصير بتاعي لحد ما خلاص عصارة العصير كلها تنزل كده زي ما انتم شايفين. طبعا كل الكمية اللي عندي هعملها بنفس الطريقة، هنخلطها وبعد كده نصفيها كويس جدا. زي ما انتم عارفين انا طبعا عملت كمية قليلة زي ما انتم شايفين كده، لان كان عندي اصلا في الفريزر، بس قلت اعرفكم الطريقة يعني. بصوا ما شاء الله العصير طالع تحفة جدا، اللهم بارك. طبعا مركز وتقيل ولونه حلو جدا ما شاء الله يعني. تعالوا بقى نبدأ ان احنا نحفظه. طبعا المج الواحد كده من العصير المركز اللي قدامنا ده هيكفي معانا، ممكن نعمل بيه 3 مجات من العصير. فهنحط كل مج كده من مجات العصير المركز في كيس من اكياس التلاجة لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. بعد ما خلاص عبينا كمية البرتقان اللي عندنا زي ما انتم شايفين حطيناه في الاكياس اهو. طبعا انا خليت مج كده على جنب علشان اوريكم لما نيجي نعمل العصير هنعمله ازاي. طبعا هنشيل الاكياس نحطها في الفريزر. وبعد كده نبدأ نجيب شفشق الخلاط ونحط فيه بقى اول حاجة مجين كده من المية، ونحط بعد كده عليهم مج العصير المركز. وطبعا كده كده هو عليه السكر بتاعه، او لو انتوا احتاجتوا بقى حسيتوا انه طعمه محتاج شويه سكر حطوا بقى، دي حاجه ايه ترجع ليكم انتوا يعني. هنضربه شويه كده وبعد كده ايه خلاص كده العصير بتاعي جهز. احلى عصير جهزناه، عصير فريش كده وطعم وريحه كمان ولون، يعني حاجه كده تحفه اللهم بارك. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت تجربيها بقى وقولي لي رايك فيها في الكومنتات. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.